عسلامة. شكون فيكم يعرف قصة إنسان ينجم يضحي بحياته باش ينقذ حياة إنسان آخر؟ اليوم باش نحكيو على صفقة وفاء الأحرار. نهار 18 أكتوبر 2011 دخلت صفقة وفاء الأحرار حيز التنفيذ، وتمت عملية تبادل أسرى بين حركة المقاومة الإسلامية حماس من جهة وبين الكيان الصهيوني من جهة ثانية بوساطة مصرية. سنة 2006 قامت كتائب القسام وألوية ناصر صلاح الدين وجيش الإسلام بعملية عسكرية سموها الوهم المتبدل، ونتيجة العملية هذه كان جرح 5 جنود إسرائيليين وأسر الجندي جلعاد شاليط. جلعاد شاليط قعد 5 سنين في الأسر، ووحدة الظل التابعة لكتائب القسام كانت المسؤول الأول على إخفائه وحمايته. أكبر عقبة قدام المفاوضات كانت التأكد من حياة الأسير، وفي 2009 قبلت المقاومة بث شريط فيديو يظهر فيه جلعاد شاليط وهو يقرأ في جريدة بتاريخ جديد. ومقابل الفيديو هذا تم إطلاق سراح 20 أسيرة فلسطينية من سجون الاحتلال. بموجب صفقة وفاء الأحرار تم إطلاق سراح 1027 أسير فلسطيني على دفعتين. الدفعة الأولى كانت في 18 أكتوبر 2011 وتم فيها الإفراج على 477 أسير، والدفعة الثانية كانت بعد شهرين وتحديدا نهار 18 ديسمبر وتم فيها الإفراج على 550 أسير. ومن بين أشهر الأسماء اللي خرجت في صفقة وفاء الأحرار صاحب العصا وصاحب اليد التي دقت أبواب الحرية الحمراء أبو إبراهيم. صفقة وفاء الأحرار تأكد أنه طريق التحرر والتحرير هو طريق المقاومة، وتأكد زاد أنه ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة، وأنه التفاوض لازم يكون بيد واليد الثانية شادة السلاح.